الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقد ركز سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الأمور التي ينعكس آثارها. قد اتسم الأثر بالوضوح وسهولة الألفاظ باستثناء قوله في بداية الأثر: أحب إلي من الدهن الموقوفة. وفي كلام العرب أن الدهن الموقوفة هي الخيول السوداء الأصيلة التي وقفها صاحبها في سبيل الله تعالى، أي زيادة، إشارة إلى أن من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. السلام عليكم حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وبصحه دايما يا رب. طبعا وحشتوني من اخر فيديو كنت منزلاه معاكم. عايزه اقول لكم ان انا تعبانه جدا الفتره دي، فاعذروني. يعني ان شاء الله كده هيبقى الرينج بتاعنا في الفيديوهات ما بين فيديو في الاسبوع او فيديوهين لحد بس كده ما ان شاء الله يعني اتحسن شويه. المهم عايزه اقول لك لو انت اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا منزله. ويلا بينا نبدا مع بعض على طول، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. أثر اليوم جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مبينا 5 أعمال كريمة حبيبة إليها، ومنها البعد عن مجادلة الحليم والسفيه مزيدا من التبيان. طيب زي ما شفتوا كده معايا عملت لنفسي فنجان او مج كوفي بريك، قلت كده افطر بيه او اشربه يعني على الصبح، علشان عندي بقى شغل كتير جدا عايزه اعمله معاكم النهارده. هنعمل بقى حاجات حلوه جدا مع بعض، وهنعمل تجديدات في غرفه النوم، وهنغير يعني نظام غرفه النوم ده هنحوله تماما. فهنا كده في البدايه كان عندي دورتين غسيل، دوره فاتحه ودوره غامقه. قلت احط كده الغامقه على طول واخلص منها، وبعد ما تخلص على طول احط الدوره الفاتحه وراها، وادخل بقى على غرفه النوم نشوف هنعمل فيها ايه مع بعض. بصوا كده ده كده النظام بتاع اوضه النوم بتاعتي معايا. انتوا طبعا كلكم عارفين شكلها عامل ازاي وعارفين الوضع اللي هي عليه عامل ازاي، لكن هي اصلا ما كانتش كده. يعني النظام ده احنا كنا اصلا مغيرينه مع بعض في عيد من الاعياد تقريبا حاجه زي كده، وبعدين خلاص مليت منه. كل ما اقول ان انا هغيره ما غيروش، فانا قلت لا خلاص بقى كده، حاسه بصراحه ان انا زهقانه جدا 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 وعايزه اعمل تغيير، مش بس في الاوضه دي، لا هعمل تغيير ان شاء الله في الشقه كلها. في الريسبشن برضو كده نشوف هنعمل ايه مع بعض تغيير، ونعمل برضو في غرفة الاطفال كده تغيير. فهنا ان شاء الله كده هنغير الاوضة دي وهنحولها تماما. وانا اصلا كنت قايله لكم ان انا حابه ان انا اغير، بس برضو اتاخرت عليكم. هنشيل بقى السرير ده من مكانه وهنحطه مكان التسريحه، ويعني هنشوف كده هنعمل التغيير ازاي. زي ما قلت لكم التغيير ده اصلا النظام ده كان مش هو ده اللي الوضع بتاع الاوضه كان عليه، هو كان الوضع غير كده خالص، واحنا غيرناه للنظام ده. بعد كده احنا بقى هنرجع ايه الشكل القديم اللي هو كان بصراحه مريحني انا اكتر. وكمان في ناس كتير قوي قالت لي لا يا نورا بصراحه الشكل القديم كان احلى من الشكل الجديد ده، فاحنا نرجع بقى كده ايه زي ما قلت لكم للنظام القديم تاني. هبدا بقى كده اشيل معاكم كل حاجه موجوده في الاوضه، يعني اعرف ان انا اشيلها لوحدي، وهدي كده تلميعات للكومودينو، هشيل الشجر، هشيل المفارش، هشيل الاباجورات، التحف، الكلام ده كله، علشان النقل بقى يبقى خفيف عليا. وبعدين هنزل كمان على السجاد اعمله كله بالمكنسه، على اساس برضو ان انا اكون شيلته على النظافه، وبعد ما اعمله بالمكنسه هشيله، وبعدين هنبتدي نغير النظام مع بعض. قولوا لي بقى عملتوا ايه امبارح في الزلزال. طبعا هو الفيديو ده ان شاء الله الله المستعان كده اخلصه بدري النهارده وينزل لكم النهارده. احنا امبارح الزلزال خلانا في حاله كده عجيبه من الخوف والرعب، لكن طبعا الحمد لله رب العالمين اللي بيصلي قلبه كان مطمن. فاحنا على قد ما كنا خايفين، لكن الحمد لله رب العالمين طبعا كل شيء مكتوب وكل شيء بقدر، فيعني مفيش هروب، يعني لا ملجأ من الله الا اليه. في فعلا حالة خوف شديدة جدا، والزلزال كان قوي يا بنات، كان قوي جدا. يعني انا طبعا في دور عالي قوي، فكنت حاسة ان انا ساكنة عارفين يعني كنت حاسة ان الشقة دي عبارة عن ورقة كده بتتهز وبتتحرك. فالحمد لله رب العالمين عدت على خير، اللهم لك الحمد والشكر. نزلنا طبعا. سارة كلمتني، كانت مرعوبة ومسروعة، وجارتي اللي فوقي على طول كلمتني، ونزلنا كلنا قعدنا تحت عند بتاع العصير في الشارع. نزلنا حوالي تقريبا كانت الساعة مثلا 3 وشوية.
طلعنا من الشارع على الساعة مثلا 5 كده في الحدود دي. خفنا بصراحة من التوابع يعني، فالحمد لله رب العالمين عدت على خير. عايزة اقول لكم ان هنا عشان المنطقة كلها او معظمها ابراج عالية، فاحنا يمكن حسينا بالموضوع ده اوفر شوية عن الناس اللي ساكنة في ادوار تحت شوية. لكن طبعا اللهم لك الحمد والشكر، مفيش يعني انا ما سمعتش عن اي خسائر حصلت او في مثلا اصابات او اي حاجة او اضرار يعني قوية حصلت. الحمد لله ربنا بجد كرمنا اخر كرم ان مفيش يعني اضرار حصلت لاي حد. فالحمد لله الحمد لله عدت على خير وربنا يسترها. وعايزه يعني اللي ما بيصليش يا جماعه يصلي، لان الموضوع ما فيهوش تهريج، هي بتبقى في لحظه كده يعني، لحظه كده وخلاص كل شيء بينتهي. فالحمد لله رب العالمين على كل حال، الحمد لله ان هي عدت على خير. احنا اتخضينا جامد واتسرقنا، لكن اللهم لك الحمد والشكر يعني الحمد لله عدت على خير. تعالوا بقى بصوا لي هنا كده. ده انا طبعا خلاص عملت بقى الارض كلها بالسجاد، عملته بالمكنسه وشلت كمان السجاد من على الارض. ويعني الاوضه كده مهيئه ان انا على طول بقى اشيل السرير ده انقله مكان التسريحه زي ما بشاور لكم كده، والتسريحه والمكتبه اللي جنبيها الصغيره دي هنقلهم مكان السرير. طيب هنا بقى كده يعني كنا خلاص حركنا السرير والاتنين كومود من مكانهم، فقلت انضف كده المكان ده بسرعه، يعني الجزئيه دي كلها قلت اعملها كده بالمكنسه وانضفها، على اساس لما نجيب بقى التسريحه يكون والمكتبه اللي جنبها يكون تحتيهم برضو نضيف وزي الفل. هعمل بقى كده الجزئيه دي كلها بالمكنسه، وكمان همسحها بالموب علشان احط بقى التسريحه كده على نظافه. يعني انا اصلا لو تفتكروا كده من كام فيديو كنت قلت لكم ان انا اوضه النوم خلاص وصلت لحاله مزريه يعني، ومحتاجه ان هي تتنضف تنظيفه عميقه. فهي جت بقى كده يعني مع بعضها ان انا انقل النظام وامسحها وانضفها ونعمل كده كل حاجه فيها بالمره. هنا بقى الحد ده او السيف ده او الوزره دي برضو كان عليها تراب كده، فجبت على طول فوطه التراب وقلت برضو كده ايه يعني الف كده على المكان كله بالمره، علشان لما اجي امسح يبقى المكان ده كده عملته هو كمان وخلصت منه. يعني ففعلا الاوضه كانت محتاجه فعلا ان هي تتمسح، وكل ما اجي اقول همسحها يعني يحصل حاجه. عايزه اقول لكم ان انا اليومين دول تعبانه، يعني اللي متابع معايا من زمان عارف ان انا عندي حساسيه على صدري، وحقيقي صدري تعبان جدا. باخد بقى الاولفنت والفندكسين والحاجات اللي هي بتاعت الحساسيه وبتاعت الصدر دي، فبتعمل لي رعشه في جسمي، ورعشه حتى يعني لو تحسوا كده وانا بتكلم حاسه ان زي ما يكون في رعشه كده في صوتي. فلا انا تعبانه جدا في الفتره دي. فزي ما قلت لكم كده يعني انا برضو بحاول ان انا ما اقطعش. انا بصراحه عايزه اخد هدنه من اليوتيوب وارتاح شويه، لكن ده هيكون غلط جامد جدا على القناه. المهم هنا اقول لكم بس ايه اللي حصل. طبعا احنا كده خلاص نقلنا السرير، مسحت مكان السرير ونقلته، كمان مكان التسريحه مسحتها كده زي ما انتم شايفين، حطيت التسريحه وكمان المكتبه اتحطت كده جنبها بالمنظر ده. وده كان النظام الاساسي بتاع الاوضه اصلا، يعني ده كده النظام اللي المهندس اللي عمل لي الشقه عمل لي النظام ده كده بالظبط. حتى لو تاخدوا بالكم من الفيش مكان الاتنين كومودينو بتوع الاباجورات في اماكنهم، وهو اصلا ده كده الجزء ده هو بتاع السرير، يعني تحسوا كده ان السرير في ظهره كده زي شكل برواز، فهو اصلا دي التقسيمه بتاعه الاوضه اساسا، يعني احنا اللي كنا مخترعين وعاملين الشكل اللي انتوا شفتوه قبل كده على طول. لكن هو ده اصلا الشكل بتاع الغرفه، وهو ده التقسيمه بتاعه الغرفه. وبصراحه ده اريح كتير، ويعني حاسه ان التاني اوسع شويه، بس ده اريح بصراحه كتير. عندي بقى الدريسنج متدمر حرفيا، بس هعمله ان شاء الله كده مع نفسي. السجاده اللي مغسول ومحطوط في الدريسنج ده كان موجود في شقتي القديمه، ولما جبناه ما طلعتوش هنا على الشقه على طول، سبته في الدراي كلين اتغسل، وهو طلع لي بقى زي ما انتم شايفين كده هو نظيف. هو يعني مدي كده على الوان البينك والبنفسجي، وفي يعني الوان لطيفه كده ممكن برضو نبقى نعمل بيه ديكور في مره في الاوضه. وانا عندي برضو ستاير على بنفسجي، فيعني كده هبقى اخد رايكم كده ونشوف هنعمل ايه. كده خلاص النظام بتاع الاوضه احنا خلاص خلصناه، هنبتدي بقى كده ان احنا نفرش مع بعض. بس الاول هاخدكم معايا ونروح على المطبخ نجهز الغدا، علشان كنا خلاص جوعنا. هنعمل كده حاجه بسيطه جدا جدا كده في السريع، وبعد كده نرجع بقى على الاوضه علشان نفرشها ونشوف كده شكلها في الفرش النهائي هيكون عامل ازاي.
طيب تعالوا بقى كده هنعمل اسهل حاجه في الدنيا مع بعض. هنحمر كده شويه بطاطس على طول في السريع. وانا كان عندي سيف ابني كان نفسه ياكل سجق، فبعته جاب لنا السجق ده بلدي. انا خلاص اي حاجه مستورده بتهيالي ان انا مش هقدر ان انا يعني اجيبها تاني. كنت جايبه قبل كده سجق مستورد طعمه كان بشع الصراحه، ويعني شلنا منه جامد. فجبت المره دي زي ما انتم شايفين كده ده سجق بلدي، بس اللهم بارك اللهم بارك بجد تحفه 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 تحفه، طعمه في منتهى الجمال. حطيت كده زي ما شفتوا في الاول معلقه كده توم مفروم صغيره خالص، وحطيت شويه بس زيت بساط علشان احمر فيهم التومه. هو اصلا بيكون ما فيه دهون بتاعته وفيه توابل وفيه كل حاجه، ما بيحتاجش ان احنا يعني نحط له اي حاجه، بتجيبوه كده على طول. وزي ما انتم شايفين هو فيه كل حاجه، حتى يعني لما قعد كده شويه على النار شايفين كده الدهون اللي نزلت منه كميتها قد ايه. فككته بس كده يدوب من بعض، وبعدين زي ما انتم شايفين هديله كده تشويحه كده على الجنبين. وبعدين كنت فارمه انا كده فلفلايه رومي. يعني انا بصراحه ما بحبش ان انا ازود الخضار قوي في التشويحات دي بالذات علشان برضو ما اضيعش طعمها. فهي فلفلايه بس كده رومي بسيطه على يعني كان عندي برضو قرن فلفل صغنون خالص كده احمر، فرمتهم كده على بعض وهحطهم كده على طول. والسجق عموما لما بيكون عليه الطماطمايه دي بتديله طعم في منتهى الجمال. فهي طماطمايه واحده كده قطعتها له، وقطعته هو نفسه كده زي ما انتم شايفين بعد ما خد التشويحه بتاعته علشان ما يفكش من بعض. يعني يفضل ان احنا نقطعه بعد ما يتشوح علشان ما يفكش من بعض ويبقى شبه اللحمه المفرومه كده، فاهميني ازاي؟ فبعد ما اتشوح قطعته كده قطع صغيره، حطيت عليه الفلفل والطماطم، وحطيت بقى بعد ما حطيت الطماطميه شويه كمون وشويه فلفل اسود صغنانين خالص. وهو بصراحه ما بياخدش ابدا وقت في التسويه، يعني على ما البطاطس اتحمرت كان خلاص هو كده استوى خالص. وعايزه اقول لكم بقى ريحته كانت بجد تحفه تحفه تحفه. قلت بقى كده على طول في السريع كده سندوتشات كده نقضيها سندوتشات علشان انجز بقى كده في الاوضه واخلص كده وافرشها على خير. ما كنتش بصراحه حابه ان انا اطول، طبعا ما كناش لسه بقى عارفين في زلازل ولا في في ايه اللي بيحصل، فكنت مستعجله بصراحه. هي كده سندوتشات في السريع وناكل، والحمد لله رب العالمين على كده. وبعدين هاخدكم بقى وندخل برضو على الاوضه علشان نفرشها مع بعض ونخلصها ونظبطها كده مع بعض. كنت بتكلم معاكم اصلا في نقطه وبعد كده تاهت مني خالص. ايه هي النقطه دي؟ ان انا مش عايزه اتاخر برضو قوي في اليوتيوب علشان ده غلط على القناه نفسها. فانا زي ما قلت لكم الفتره دي ممكن انزل فيديو او فيديوهين كتير قوي في الاسبوع لحد بس ما اموري تتظبط كده شويه واحس ان انا اتحسنت شويه واقدر ارجع معاكم ان شاء الله كده اكتف على اليوتيوب زي الاول. طيب هناكل بقى كده في السريع انا وولادي، وبعدين تعالوا بقى اخدكم وندخل تاني على غرفه النوم نشوف هنعمل فيها ايه مع بعض. طيب هنا برضو لو تفتكروا معايا كان البرواز ده اصلا هو اللي موجود. كان الاول فيه 3 طبلات كده غير ده خالص هما اللي موجودين، وبعدين انا شلتهم وبعد كده حطيت البرواز ده او الطابلو ده. وبعدين لما غيرت النظام كان فيه 3 مسامير مضايقني جدا فوق السرير، فحد كان اقترح عليا ان انا احط الفرع الورد ده فحطيته، فكان شكله بجد لطيف جدا. يعني كان شلنا بقى السرير وحطينا التسريحه فكان ال3 مسامير دول واضحين قوي، فعلشان كده حطيت الفرع الاخضر اللي كان موجود. شلت بقى الفرع ده وحطيت الطابلو زي ما انتم شايفين. وبعدين انا في حاجه كده عايزه افرشها على السرير معينه، فقلت مش هينفع ابدا معاها الا الملايه البيضه دي. الملايه دي مشكلتي معاها ان هي بتتكسر بسهوله والتطبيقه بتاعتها رخمه شويه لان هي فيها كسر من الجناب، يعني هي من الجنبين كده فيها كسر، فهي تطبيقتها رخمه شويه زي ما بقول لكم. المهم انا حابه بقى ان انا احط المفرش التايجر ده عشان الذكريات الزمن الجميل تتعاد تاني. المفرش ده كان من جوازي، من اول لما اتجوزت من يعني فتره طويله جدا جدا ما كنتش فرشته، كان في الشقه القديمه وكنت جبته معاكم في الحاجات اللي احنا كنا جايبينها من الدولاب بقى والحاجات والكاسات وحاجه النيش والكلام ده لما كنا جايبينهم مع بعض من الشقه القديمه، فكنت غسلاه ومنضفاه وشايلاه وقلت بقى افرشه معاكم النهارده على اساس ان كل حاجه في الاوضه يبقى شكلها يعني مختلف شويه. لا بجد حسيت ان انا لما فرشته فرق جدا 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 في شكل الاوضه، وانتوا برضو هتشوفوا كده معايا وتقولوا لي ايه رايكم. ما حبيتش بصراحه ان انا احط اي ملايه فيها نقشه لان هو طبعا منقوش، فهيبقى منقوش مع منقوش الشكل ما كانش هيبقى احسن حاجه، فعلشان كده اخترت ان انا احط الملايه البيضاء دي.
حطيت كمان الكوشنيه السواريه دي برضو علشان يعني التايجر فيه اسود وكده، فحسيت ان هي برضو لونها ماشي جدا معاه. ولما حطيتها على السرير لا شكلها بجد فرق جدا. هتشوفوا طبعا معايا الشكل في الاخر هيكون عامل ازاي، يعني اعتقد ان هو ان شاء الله هيعجبكم. هو بصراحه عجبني جدا وحسيت بتغيير جامد جدا في الاوضه. ان شاء الله باذن الله. كنت قايله لكم او كنت يعني واخده رايكم في ان انا اعمل في الاوضه هنا ديكور احمر، بما اني عندي ستاير حمراء وعندي سجاد احمر وعندي ديكورات حمراء. ف يعني هو اللي جه الكومنتات اللي جت معترضه بصراحه مش كتير، قليل قوي، لكن الاكتريه والاغلبيه كانوا حابين ان انا اعمل الديكور الاحمر ويشوفوا شكله كده في الاوضه هيكون عامل ازاي. انا بجد متحمسه جدا ان انا اعمله، بس يعني هستنى بصراحه شويه. هنا بس الاول هنحط كده شويه من الزيوت العطريه على الميه بتاعه المسح دي علشان نعمل بقى الاوضه كلها نمسحها كده، وكمان تكون ريحه الغرفه حلوه جدا. انا بصراحه ما حبيتش ان انا ارش معطر، صدري مش متحمل خالص، فاكتفيت بس ان انا هحط كده شويه من الزيوت العطريه يعملوا بس كده ريحه حلوه في الغرفه، وخلاص على كده. يعني ولا هولع مثلا بخور ولا هرش معطر زي ما قلت لكم، هو بس كده. اصلا الزيوت العطريه دي ريحتها قويه برضو جدا، فانا اكتفيت بس ان انا حطيت شويه كده في الميه بتاعه المسح، وهنمسح بقى الغرفه كلها، وبعدين هنفرش السجاد، وهتشوفوا معايا كده الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. عايزه اقولكم والله كانت قرفتها جميله ولذيذه وخلصت معايا الحمد لله رب العالمين على طول. والتغيير ده عارفين مش بيغير بس كده في الشكل، لا بيغير برضو في النفسيه. يعني الواحد برضو بيبقى عارفين زهقان. انا برضو من نوعيه الناس اللي بصراحه ما بحبش انزل من بيتي كتير، فممكن برضو احس بملل، احس بزهق. فهو ده التغيير اللي بيخليني يعني في حاجه جديده حصلت في حياتي، عارفين ازاي كأن في حاجه جديده حصلت في حياتي. فالاوضه بصراحه لما اتغيرت لا حسيت بفرق شاسع جدا جدا جدا. بالذات كمان ان انا قعدت على النظام اللي كان في الاول ده فتره طويله، يعني كنا عاملينه تقريبا من عيدين كده مع بعض. فلا حسيت بتغيير جميل جدا جدا في الاوضه. ايه اللي حصل بقى وانا بفرش بقى كده معاكم؟ الموبايل معرفش كاميرته ضلمت مره واحده زي ما انتم شايفين كده. يعني انا جايه اصور لكم كده الفاينل لوك في الاخر، للاسف لقيت معرفش ايه اللي حصل في الكاميرا، ضلمت. يعني انا حاسه كده ان هي ما كانتش مظبوطه. المهم يعني برضو هصور لكم الشكل النهائي في النور، لان قعدت بقى اقفل وافتح في التليفون واظبط في الكاميرا، فالحمد لله رب العالمين رجعت اتعدلت تاني. فانتوا بس هشوف كده المقطع معايا ده تحسوا كده ان هو مضلم شويه، لكن اللي بعديه على طول هيبقى الدنيا منوره ويعني الصوره هتكون واضحه عن كده. عايزاكم بقى تكتبوا لي رايكم في التعليقات وتقولوا لي كده ايه رايكم. انا حاسه بتغيير شديد جدا بصراحه. عملت تسريحه مع نفسي، نظفتها مع نفسي، رجعت كده الميك اب كله مكانه مع نفسي، والمكتبه دي كمان عملتها مع نفسي، يعني علشان برضو ما اطولش برضو عليكم قوي في الفيديو. في حاجات بصراحه عملتها مع نفسي وانجزتها مع نفسي، فاضل بس شويه شغل كده في الدريسنج حلوين محتاجه ان انا اعملهم، لان انا بهدلته جامد بصراحه وانا شغاله، فان شاء الله هعملهم. المهم انا عماله اقول لنفسي في حاجه غلط، اتاريني نسيت افرد الستاره اللي على الشباك واظبطها كده وانسقها، ويعني اهندمها كده وتبقى الكسر بتاعتها مظبوطه. هنا بقى كان الموبايل الحمد لله رب العالمين اتعدل، والكاميرا رجعت نورت تاني. فاكتبوا لي بقى كده رايكم في التعليقات. ممكن حد يقول لي يا نورة المفرش مش مناسب للجو الحار الفظيع اللي احنا فيه، فلا احنا بنتغطى واحنا نايمين علشان بنشغل التكييف بالليل، فالاوضه بتبقى برد طبعا بسبب التكييف، فاحنا اصلا بنتغطى. استنى بقى تكتبوا لي رايكم في التعليقات وقولوا لي كده ايه رايكم. لسه في واحد تاني احنا ما فرشناهوش مع بعض ولا مره، اللي هو لونه احمر، هو برضو قطيفه كده شويه، وبرضو من ايام الزمان الجميل، يعني من الحاجات اللي هي بتاعت زمان دي. انا عارفه ان التايجر ده عند ناس كتيره جدا، يعني اللي عنده التايجر برضو يكتب لي في التعليقات. ده كده الشكل النهائي بتاع الأوضة. هفرجكم بس كده عليها، وبعدين هاخدكم بقى ونطلع على البلكونة علشان ننشر دورة الغسيل أو دورتين الغسيل اللي احنا عملناهم مع بعض في الأول خالص. بس تعالوا الأول كده أفرجكم على الأجواء بتاعة الغرفة، وهي الإضاءة بقى فيها هادية خالص. هديت بقى النور بتاعها كله علشان أفرجكم كده عليها، وهي زي ما بقول لكم الإضاءة بتاعتها هادية. الأباجورتين دول أصلا احنا كنا لسه جايبينهم مع بعض جداد في العيد اللي فات تقريبا على طول ده.
غير الاباجورتين اللي كانوا موجودين الاول، بس حاسه بصراحه ان دول شكلهم اشيك. كمان في حاجه عايزه اعملها بقالي فتره وما اعرفش، كل ما اجي اعملها يعني بفتكرها في اخر يومي تقريبا او مش عارفه بيكون في ايه. على فكره المقطع ده انا مصوراه في نهايه اليوم، بس حاطته لكم كده لان انتوا دلوقتي هتتلخبطوا، هتلاقوني هخرج على البلكونه وهيكون في شمس، لكن المقطع ده انا مصوراه بعد ما خلصت اصلا يومي كله، بس حطيته كده على طول بعد ما يعني خلصت معاكم فرش الاوضه. عايزه اغسل الكابوتونيه بتاع ظهر السرير ده، وكل ما اجي اعمله بيكون يومي خلص وانا خلاص حسيت ان انا تنحت ومش قادره اعمل حاجه. فان شاء الله كده باذن الله برضو نبقى نعمله كده مع بعض قريب، زي ما غسلنا الكراسي بتاعه السفره، فنعمله ان شاء الله كده بالخلطه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض دي. وكمان في 2 كريستالتين كده واقعين محتاجين ان هم يتلزقوا، بس انا ما عنديش الشمع اللي هو بيلزق ده، فان شاء الله اجيبه ونلزق الكريستالات اللي واقعه من الكابوتونيه بتاع السرير ده. يعني ان شاء الله كده فيديوهات مع بعض. هنشر بقى كده الغسيل معايا، كانوا زي ما قلت لكم كده دورتين، واحده فاتحه وواحده فيها اسود كده والوان. هننشرهم بقى كده على طول مع بعض في السريع، وكده هيكون الفيديو بتاعي النهارده خلص. هستنى طبعا تكتبوا لي رايكم في التعليقات، وما تزعلوش مني ان انا بتاخر عليكم بجد، والله العظيم بيكون غصب عني. بحبكم جدا 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 في الله، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. وما تنسوش يا بنات تحطوا لي لايكات كتيره جدا على الفيديو بتاعي النهارده، واقول لكم مع الف سلامه.